ايه ده معقولة؟ المصريين الخضر ولا دول مش مصريين؟ لا يكونوا الفضائيين. امال لونهم اخضر ليه صحيح؟ اول حاجة الآثار المصرية متعددة الألوان، يعني احنا عندنا الأخضر والأصفر والبني والأسود. كان الفنان المصري القديم بيستخدم الألوان دي لأسباب رمزية، أسباب فنية، أسباب دينية. عندهم مثلا اللون الأخضر، اللون الأخضر رمز الزراعة عموما، لأن مصر كانت بلد على ضفاف النيل، فاللون الأخضر بيرمز للزراعة معروفة. عندنا بعد كده اللون الأصفر، اللون الأصفر بيرمز إلى النور والشمس. ها، شايفين المصريين القدماء كانوا إيه، خضر ولا صفر؟ يمكن زرق، ممكن يكون زرق. تصدقوا طلعوا زرق فعلا. طيب اللون الأزرق ده اللون اللي احنا اخترعناه، أو المصري القديم ابتكر اللون الأزرق من الطبيعة، لأن كان بيشوفه في السماء وفي البحر، فهو أول واحد في العالم يبتكر أو يستخدم اللون الأزرق. زي ما انتم شايفين كده، حتى اللون ده اسمه الإيجيبشن بلو، معروف في علم المصريات، حتى معروف كمان عند الأوروبيين. الأسود بيكون رمز للخصوبة ورمز للنيل، وأحيانا بيكون رمز للموت. أشكال كتير، وعندنا ريد هير، وعندنا عيون شقر وعيون خضر وعيون زرق. وعندنا في الصعيد اللون الأسمر بيتدرج لحد الدلتا، حتى الأبيض عندنا متدرج للأنفي والحنفي في النص ما بين الأسمر والأبيض. لون العيون يا جماعة أديكوا شايفين، العيون دي بتاعة التماثيل لقدماء المصريين. زي ما انتوا شايفين تدريجات اللون الأزرق، اللبني، أو عندكم اللون الأخضر، اللونين دول من الأخضر طبعا غير العسلي والبني. لا احنا كمان عندنا ألوان زي دي. ده تمثال للملك أحمس باللون الأبيض، وتعمدت إن أنا أجيب لكم تمثال له باللون الأبيض. تمام، اهو ملك مصري بدرجة لون أبيض، ومن الملوك المصريين المشهورين جدا. أما ده بقى الملك مينا زي ما انتم شايفين. فتدرجات الألوان للملوك، أو تدرجات ألوان العيون أو الشعر أو الحاجات دي كلها، يعني ما تبقاش جاهل وتقول لا أصل مصر عدى عليها احتلالات. ثانية واحدة، ثانية واحدة. لا أصل البنات اللي هي تيجي تقول أصلي اصل انا جدتي تركيا، اصل احنا اصلا تراكوة، اصل احنا مش عارفه ايه. حبيبتي العيون الخضر والزرق والشعر الاشقر، وحتى الريد هير والسمر والقمحويين والبيض والملامح البرفكت اللي انت شايفاها دي كانت موجوده من 7000 سنه، مش من النهارده يعني، ولا حتى من 100 سنه ولا من 1000 سنه. المصري القديم زي ما انتم شايفين، يعني مش عارفه يعملوا ايه اكتر من كده، حاطين نفسهم على جدران المعابد وهم بيعملوا التماثيل. يعني انا حاسه ان روح قدماء المصريين موجوده معانا في الزمن اللي احنا فيه بجد. انتوا متخيلين ان هم كانوا بيدونوا كل شيء، لدرجه كانوا عارفين ان يجي حد مثلا يقول لا لا انتوا مش اصحاب الحضاره دي، فهيدونوا نفسهم وهم بينحتوا التماثيل اللي احنا دلوقتي حاطينها في المتحف عشان تبقوا عارفين. ودي صورة تانية ليهم، شايفين بيعملوا تمثال زي الملك رمسيس الثاني اهو. شايفين كام مصري شغال في التمثال؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، خمسة اهو شغالين في التمثال. اوكي، كل التماثيل الموجودة والحضارة المصرية ما هي إلا من صنع المصريين القدماء بالأدلة اللي سبوها ودونوا على جدارهم. دول أعداء مصر التاريخيين. زي ما انتم شايفين كده، كانوا بيترسموا على أحذية الملوك، مش بس الأحذية. زي ما انتم شايفين أسرى، أسرى حرب تقريبا. وكمان معانا الصورة دي شكل أعداء مصر التاريخيين. ثلاثة أربعة، أربع أشكال للأعداء التاريخيين في مصر اللي كانوا بيرسموا على الأحذية أو في عصا الملوك.
عصا الملك كانت بتدل على القوة والخضوع والسيطرة، إن دول كانوا يخضعوا للملك المصري أو للحكم المصري في الوقت ده. زي ما انتم شايفين دول الأشكال بتاعة البشر اللي كانوا موجودين في الوقت ده أو أعداء مصر التاريخيين في الوقت ده. أهو يا جماعة نفس الصورة اللي أنا عرضتها لكم قبل كده أهي، جايبينها من على جدران المعبد، اوكي، عشان محدش يقول إنها مش حقيقية. أعداء مصر التاريخيين وهم خاضعين على الأرض. مع أسباب تعدد ألوان التماثيل زي ما انتم شايفين، الألوان اللي عندنا كلها أهي بتاعت موجودة على التماثيل. زي ما انتم شايفين كل الألوان الموجودة على التماثيل وشرحها بمنتهى البساطة. عشان كده احنا عندنا ألوان كتير. فأنا مش عارفة بقى هيجيلنا شعب لونه أخضر بكرة، ولا لونه أزرق، ولا لونه أصفر، يجي يقول لنا الحضارة دي بتاعتنا. الحمد لله إن مفيش بشر لونهم أزرق وأخضر وأصفر والحاجات دي. القعدة المشهورة للمصريين، شايفين عرفت إنكم مصريين. طب يا جماعة أي حد بيشوفني وعجب المحتوى بتاعي يا ريت نعمل لايك وسبسكرايب.